من هو محمد جوحي؟ رد تسولف محمد جوحي، من هو محمد جوحي؟ محمد جوحي لم يكن تشريني. طيب لا، شنو كان؟ كان صديق السوداني في تشرين. كان صديق السوداني في تشرين. صديق السوداني في تشرين؟ نعم نعم. كان تقريبا هو مبعوث السوداني لتشرين، وكان عندهم حزب اسمه حزب البديل في تلك المرحلة. تمام. واللي رفع اسم السوداني كرئيس وزراء بين السيد مصطفى الكاظمي، هذا الأخ فائق الشيخ علي وبعد شخصيات، هو محمد جوحي. ما رفع اسم السوداني بالطبع. لا رفع رئيس وزراء. لا رفع. ثلاث شخصيات الرفع. لا بس اسمح لي، انا جايت معلومه يعني استاذ عماد. هذا الشخص صديق للسيد السوداني جدا. مو صار السيد السوداني رئيس وزراء، جابه وخلاه بهاي المناصب اللي يتكلم عليها السيد مصطفى سند. يعني قضيه انه الرئيس ما يدري، هاي خلينا نبتعد عنها. طيب ليش؟ لأن محمد جوحي يدير شبكة تأخذ رواتب منين؟ من مكتب رئيس الوزراء، وتعرف مهامها. مثل هذا الآخر اللي طرد من الأمن الوطني بسبب الفساد، هذا اللي يهكر واللي يدير بيجات ويدير صفحات على الفيسبوك. محمد جوحي مو فقط تسقيط شغله، حتى عنده كانت عين الصقر يستهدف بها التيار ويستهدف بها السيد مقتدى الصدر، وينزل بيانات خاطئه باسم حاج صالح وباسم السيد مقتدى، واتصلوا بي يا جماعه قالوا لي ترى هذا محمد جوحي ويا ربيع نادر في وقتها. فالرجل كان في وقتها يعني هو الحد. لا شلون يرهم يعني مهم شو ما يقدر يشوف. هسه انت لو تروح للاكس، هسه انت لو تروح الاكس راح اقدر اطلع لك من ضمن الشبكه اللي موجودين واللي يتعاملون مع مكتب رئيس الوزراء الاعلامي جماعات تشتم الاطار. يعني من ضمن الشروط. وين الحساسيه بالموضوع؟ بعيد عن الابتزاز، بعيد عن يسوي ارقام ويتصل بثروه ويتصل بعالي نصيف ويصل فيها للصبح على اساس هو سعد البزاز، وعمليه التدخل في انتخاب رئيس الوزراء. القضيه اللي موجوده ادارتهم للبيجات المموله ان السوداني انا وحيد، يعني بس اني. يعني تريد تسب عصا بسب، تريد تسب السيد خامنئي يسب، تريد تسب السيد السيستاني يسب، ما عندنا مشكله احنا بهالموضوع. لهالدرجه؟ لهالدرجه. لا مو انا جاتك معلومه. طيب انا ما جاي احكي اوكي برا، انا اكره الكذب حقيقه. كمل. لكن عليك ان تتكلم عن منجزات السودان. اللي حلقه الوصل ما بين، ما راح اعطيك اسمه، اعطيك اسمه الثاني، ما بين جوحي وربيع نادر وما بين ذول المدونين كمدونين، شخص ابوه اسمه سعدون. سعدون؟ نعم. الرواتب من $4000 إلى $3000 الى المدون البسيط اللي يعطوه $1,000,000 7 اوراق. مليون دينار. هاي الارقام اللي موجوده. فهي شبكه متراميه الاطراف، يعني مو فقط انه يسوي نفسه سعد البزاز، ومو فقط انه يعني يراقب، لا هاي المراقبه. استاذ عصام هسه انا يعني هيك بسياق هذا الحديث. نعم. هسه مو بس ممكن هاي الجهه او هاي الشخصيه تمام. ممكن ان تخلي صفحات تمجد، يعني هسه حق الرد مكفول لكل من ذكر اسمه في هذه الحلقه. لكنه ان تبتز وانه تتصنت. هو شنو الابتزاز استاذ عماد؟ لا بس الابتزاز. طيب شنو الابتزاز؟ هو شنو الابتزاز؟ هسه فرق انه انا اجي امدح ابو فيصل مقابل راتب معين، وفرق انه خابره وابتزه واتصنت على موضوع الابتزاز. هسه الابتزاز غير والتصنت والتجسس غير. اسمح لي. اول شيء مصطفى سند طلع على العهد. طيب. تكلم كلام انه قال التجسس انا ما متاكد. يعني الكلمه اللي طلعت جوز يمك من قال لك تجسس، انا انشات اللقاءين، اللقاء المتكلم يمك لا حكاها انه اكو تجسس. طيب. بعدين قال لا، مو قال لا، وقال يعني هاي تحتاج تحقيق. تمام. قبل يومين الرجل علق على تغريدتي قال لا، يعني القضيه قضايا حساسه جدا. حساس جدا. تمام. يعني القضيه واصله لاعلى هرم بالسلطه، وايضا مثل ما تكلمت لك اني هسه. يعني نظرة هاي الشبكة كلها إعلاء كفة السيد السوداني على حتى القضاء وبقية قادة الأحزاب. طيب جميل. جميل.